11 شخصاً متورطون في فضيحة داخل إسرائيل، حتى نتنياهو شخصياً تحت طائلة الاتهام. فما القصة؟ في سبتمبر الماضي تم تسريب معلومات إلى موقع بيلد الإخباري الألماني والجريدة اللندنية جويش كرونيكل. تلك المعلومات وصلته من قلب مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو. المعلومات كما قيل تخص خطة يحيى السنوار زعيم حركة حماس، وهي عبارة عن وثيقة تخص استراتيجية الحركة لتهريب الرهائن إلى خارج غزة عبر محور فيلادلفيا. فاستخدم نتنياهو هذه المسألة لتبرير احتلاله رفح وتمسكه بمحور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة ونسفه مفاوضات الصفقة. دخلت صحيفة إديعوت أحرونوت على الخط وكشفت أن الوثائق لا تعود للسنوار على الإطلاق، بل هي اقتراح من مسؤول متوسط الرتبة في حماس قدمها لرؤسائه. لكن تظل المشكلة قائمة: كيف لوثيقة بهذه السرية أن تخرج من مكتب أعلى سلطة في البلاد؟ لكن هذا لم يكن السؤال الذي شغل الاستخبارات والقضاء الإسرائيليين، فالتسريب أمر يحدث كثيراً في إسرائيل، لكن الأزمة الأكبر في تزوير تلك الوثيقة نفسها. تزوير الوثيقة يعني أن نتنياهو منع صفقة تبادل الأسرى، رغم أنه الأمر الذي أعلنته حكومته منذ زمن بأنها أبرز أهداف الحرب على غزة. ذلك التزوير في الوثائق يعني أن نتنياهو يعمل لصالح مجده الشخصي ويريد للحرب أن تطول حتى لو على حساب القتلى، في وقت فقدت فيه حربه على غزة شعبيتها داخل المجتمع الإسرائيلي. من هنا تدخلت السلطات المعنية للكشف ليس فقط عن المتورطين في التسريب، إنما الأهم المتورطين في التزوير. الساعات الأخيرة كشفت عن المتورطين، وبرز اسم إيلي فيلدشتاين وهو المتحدث باسم نتنياهو، كما تم توقيف 3 أشخاص آخرين من المؤسسة الأمنية. لم تنتهي القضية بعد، لأن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن مسؤول أمني إسرائيلي قالت إن هناك مجموعة كاملة في مكتب نتنياهو تعمل في الخفاء وتجند عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتنشر أخباراً مضللة لإحباط صفقة التبادل. فهل تكون تلك الفضيحة هي نهاية عصر نتنياهو ومن ثم نهاية الحرب في غزة، أم ما زال نتنياهو يحمل في جعبته مفاجآت أخرى؟